السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير يا رب. جاية النهاردة كده أشارك معاكم تجربة كنت مريت بيها. كنت في ابتلاء شديد قوي، وكان من ضمن الحاجات اللي كانت بتقلي في الوقت ده. يعني ده بقى الكلام اللي فعلا بيتقال بحسن نية بس بيودي في 60 داهية. في حد كده قاعد يتكلم معايا وقاعد يقول لي الكلمه اللي ناس كتير قوي بقى بتقعد تستخدمها، بتاعت انت فين ايمانك بربنا؟ انت كده ايمانك ضعيف قوي. انت فين الصبر بقى على الابتلاء؟ لا 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 لا. بصي انا بصراحه مصدومه يعني من اللي انا بسمعه ده. لا طبعا المفروض تبقى اقوى من كده. انا متاكده ان الكلام ده كانت نيته كويسه جدا، بس في الوقت ده في عز ضعف الواحد، الوقت ده فعلا ممكن الكلمتين دول يودوا في 60 داهيه. ليه بقى؟ ان الواحد يبقى حاسس ان المنفذ الوحيد اللي عنده ان ربنا قابله وهو ضعيف، ان هو تعبان، ان هو محتاج ربنا يبقى معاه. الكلمتين دول بيبعدوه اصلا عن ربنا. اذا كنت انا وحش وانا اصلا ما عنديش ايمان بربنا فعلا، مش مؤمن كفايه، مش صابر كفايه، انا اكيد كمان ربنا متضايق مني. الوقت ده لو الواحد فعلا ما تثبتش بكلمتين حلوين ممكن يروح فعلا في المكان الغلط. ويعني افتكرت حديث كده، طبعا احنا عارفين الكلام اللي عن الاحاديث كتيره اللي بتتكلم عن الكلمه الطيبه صدقه. الحاجات دي كلها احنا عارفينها، بس تعالوا اشارك معاكم الحديث ده. إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. يعني هو بيقول كلمة كويسة ومش واخد باله منها، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم. يعني ما تبقاش واخد بالك وتودي حد في 60 داهية. انت ضعيف، انت ايمانك ضعيف، انت كده مش صابر، انت كده ربنا غضبان عليك، انت كده رايح النار، انت كده. انت مين عشان تقول هو ايمانه قوي ولا ضعيف؟ مين اللي يقدر يعرف ده؟ مفيش حد يقدر يعرف ده غير ربنا. انت ايش عرفك كده ربنا هيزعل منه ولا مش هيزعل منه؟ انت ايش عرفك؟ فليه نقول لبعض كلام يوجع ويجرح؟ سبحان الله، الكلمة دي حاجة بسيطة جدا بس فعلا بتودي في اماكن تانية خالص. تيجي تلاقي مثلا بعد سنين حد يقولك: فاكر الكلمة اللي قلتها لي من سنين؟ والله هي دي اللي غيرت حياتي للأحسن. انت اصلا ما خدتش بالك اصلا، بس سبحان الله ربنا جعلها سبب في ان هو يهتدي، في ان هو يعمل حاجة كويسة. حد تاني يقول لك: فلان ده قال لي حتة كلمة من سنين وجعت قلبي لحد دلوقتي مش قادرة انساها. فسبحان الله الكلمة حاجة بسيطة قوي بس بتفرق قوي قوي في علاقات الناس جدا جدا جدا. ناخد بالنا من كلامنا مهما كان نيتنا كويسة. الامهات بقى اللي هي بتاعت العيال اللي ما بتذاكرش: انت كده كده ساقط، انت كده كده ربنا مش هيساويك باللي ذاكر من اول السنه، انت كده كده مش عارفه ايه. بتحمسه وهي نيتها ان ابنها ينجح وهتتبسط لما تشوفه ناجح، بس الكلام ده بيحس اللي قدامك ان هو وحش. دي مش طريقه تحفيز ولا طريقه ان انت بتحمس اللي قدامك. ربنا يفتح علينا ويجعل كلامنا كله ربنا يبقى راضي عنه، وان شاء الله نتقابل في موقف جديد المره الجايه. سلام عليكم.